لا 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 لا. عبدوني راتني عبدونا يبيني عبدوني راتني عبدونا يبيني إذا ما يسألوا بتينو ملي إذا ما يسألوا بتينو ملي. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أعضاء ومؤيدي حزب النهضة الإريتري أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري، صوت النضال المستمر حتى تحقيق أهداف شعبنا في العدالة والديمقراطية، نهب بكل مواطن إريتري حر في داخل إريتريا أو خارجها أن يكون قلعة حصينة في التصدي والصمود، وصوتا مدويا بالحق في وجه عصابات النظام الدكتاتوري الإريتري الذي يعبث بمستقبل شعبنا وأرضنا. القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري، منبر الحزب وصوت المستضعفين من أبناء شعبنا، يأتيكم في أيام الاثنين والجمعة باللغة العربية، وكذلك أيام الثلاثاء والخميس باللغة التجرينية من كل أسبوع من إعداد مكتب إعلام الحزب. تتابعون أولى فقرات بثنا اليوم الاثنين 17 من سبتمبر 2018، النشرة الإخبارية، ثم تليها دائما فقرات من التقارير والتعليقات واللقاءات السياسية التي تسلط الضوء على مجريات الأحداث في داخل إريتريا وخارجها، وكذلك التطورات الداخلية لحزب النهضة الإريتري. وقتا طيبا وسعيدا نتمناه لكم مستمعينا الأعزاء أينما كنتم مع فقرات بث القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري. أما الآن ندعوكم لمتابعة نشرة الأخبار، وهذه عناوينها. رئيس حزب النهضة الإريتري بعث ببرقية تعزية في استشهاد المناضل حامد محمود حامد. أمريكا تقول إنها لا تزال قلقة بشأن سجل إريتريا في حقوق الإنسان. تعاون إريتري ألماني لإنشاء ميناء جديد على البحر الأحمر. كبروم دافلا يناشد الإريتريين للدفاع عن حياة وزير المالية السابق. كانت هذه عناوين النشرة، وتتابعون تفاصيلها عقب هذا الفاصل القصير من صوت حزب النهضة الإريتري. أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الأعزاء من القسم العربي في صوت حزب النهضة الإريتري، وإليكم نشرة الأخبار. بعث رئيس حزب النهضة الإريتري ببرقية تعزية في استشهاد المناضل حامد محمود حامد، جاء فيه ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. لقد تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المناضل القائد حامد محمود حامد الذي رحل عن دنيانا ملبيا نداء ربه، وإنه بحق لفقد جلل ومصاب عظيم أصاب الأمة الإريترية، وبخاصة صفوف المعارضة الإريترية التي برحيله فقدت فكرا نيرا وقياديا فذا، وهي بأمس الحاجة إليه وأمثاله، وإذ هي تمر بمرحلة حساسة للغاية. للفقيد مكانة كبيرة بيننا استحقها وخلدها من خلال عمله الدؤوب وإخلاصه وتفانيه في العمل الثوري النضالي من أجل شعبه في الحرية والاستقلال، وكان قائدا فذا عرفته كل ربوع إريتريا، حيث في كل شبر له فيها تاريخ ملاحم بطولية، فكان قائدا يستلهم منه المناضلون في جيش التحرير الإريتري الثبات على مبادئ الثورة والصبر على الابتلاء والثقة في تحقيق أهداف الثورة.
إننا وإذ نترحم على الفقيد نسأل الله عز وجل أن يتقبله قبولا حسنا ويسكنه فسيح جناته بين الصديقين والشهداء، ونتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرته الصغيرة وإلى قيادة وقواعد جبهة التحرير الإريترية وإلى كل رفقاء دربه في النضال والشعب الإريتري، سائلين الله للجميع أن يلهمهم الصبر وحسن العزاء. وستظل سيرة القائد الوطني الشهيد حامد محمود حامد هادية لنا في درب إنجاز مرحلة التغيير حتى بناء إريتريا التي عامل لها وكل من سبقوه من شهدائنا الميامين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عبد الرحمن طه نور، رئيس حزب النهضة الإريتري، 8 سبتمبر 2018. رحب دبلوماسي أمريكي معني بالشؤون الأفريقية بالتقارب بين إثيوبيا وإريتريا والذي أنهى عقدين من العداء بينهما، لكنه قال إن المخاوف بشأن سجل إريتريا في حقوق الإنسان يعرقل التعاون مع واشنطن. وعاد زعيما إثيوبيا وإريتريا في 11 سبتمبر 2018 فتح المعابر على حدودهما المشتركة للمرة الأولى منذ 20 عاما، فيما عزز الآمال في تراجع التوتر في المنطقة. وقال تيبور ناجي مساعد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية في جلسة للكونغرس في 12 سبتمبر 2018 إن بلاده تحاورت بحذر مع إريتريا في الشهور القليلة الماضية، لكن من السابق لأوانه الحديث عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة في 2009 والتي اتهمت إريتريا بدعم متشددين إسلاميين في الصومال، ونفت إريتريا ذلك. وأضاف موقع دوليس الإريتري المستقل نقلا عن رويترز إن من بين بواعث القلق التي أثارتها الولايات المتحدة مع إريتريا احتجاز موظف محلي بالسفارة الأمريكية وعدد من الأمريكيين بسبب ما قال ناجي إنها دوافع سياسية. وأضاف إن الولايات المتحدة تريد أيضا توضيحا كاملا من إريتريا بشأن مشترياتها السابقة من الأسلحة من كوريا الشمالية والتي وردت في تقرير للأمم المتحدة ولم يذكر تفاصيل. وقال إن سجن أناس لأسباب دينية وسياسية وكذلك الخدمة الوطنية الإلزامية لأجل غير مسمى مبعث قلق للولايات المتحدة أيضا. وأضاف ناجي وهو سفير سابق لدى إثيوبيا لا يمكن لإريتريا أن تفترض إنه بقول أشياء مدهشة وبدء علاقات طيبة مع الجيران فسيؤدي هذا تلقائيا إلى رفع العقوبات. وقال يجب اتخاذ خطوات ملموسة وسنظل مهتمين للغاية ونقول أشياء ربما لا تكون محبوبة دائما لكن يجب أن تقال. كشفت مصادر مطلعة من العاصمة الإريترية أسمرا إن زيارة وزير التنمية والتعاون الاقتصادي الدولي الألماني جيرالد مولر للعاصمة الإريترية أسمرا أسفرت عن إبرام اتفاق بالأحرف الأولى لإنشاء ميناء بحري شمال مدينة عصب يخصص لنقل البضائع الأثيوبية والجنوب السودانية وخدمات أخرى لم تحدد ماهيتها. مولر الذي التقى سياسة فورقي في مكتبه بعد هالو خارج العاصمة أسمرا في 24 من أغسطس 2018 بحث التعاون الألماني الإريتري في مكافحة الهجرة ودعم دول المنشأ بالإضافة للدعم الذي قدم لعدد من دول الجوار الإريتري لوقف نشاط عصابات تهريب البشر. الوزير الألماني الذي أنهى زيارته لأسمرا والتي وصلها في 13 من أغسطس الماضي توجه بعدها للعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. اتفق والقيادة الإريترية على إنشاء الميناء بالقرب من عصب، وتم اختيار محافظة جلعلو بالقرب من مسوحات لحقول البوتاس والغاز حسب تلك المصادر، والتي أكدت أن الاهتمام الألماني يأتي في ظل إعادة التحالفات الإقليمية بالمنطقة وكثافة الوجود الخليجي خاصة الإماراتي المدعوم أمريكيا حسب تعبير المصدر. هذا وقد أبدت أسمرا انزعاجها في وقت سابق من الدعم الأوروبي للخرطوم من أجل مكافحة تجار البشر والحد من الهجرة الغير شرعية، وتتحدث عن مآلات الدعم لقوات الجنجويد الذي
ترابط جزء منها في الحدود الإريتري السوداني، مما تعتبره أسمرة مهددا أمنيا، خاصة وإن العلاقات بين البلدين تشهد فتورا ملحوظا. وأضاف موقع دوليس الإريتري المستقل إن مصادر إعلامية خليجية قالت إن النشاط الألماني سوف يكون خصما على النشاط الإماراتي الذي يسعى لاحتكار الموانئ بالقرن الأفريقي. ناشد الناشط الإريتري المعارض كبروم دافلا مسؤول مؤسسة همبول سابقا كافة النشطاء الإريتريين أن يهبوا للدفاع عن وزير المالية السابق برهاني أبرها عقب صدور الجزء الأول من كتاب يكشف فيه عن سياسات النظام القائم بأسمرة. وتوقع كبروم أن ينهي أزلام النظام حياة الوزير الذي يعاني من أمراض عديدة ويقيم بالعاصمة أسمرة قيد الاعتقال المنزلي، كما إن زوجته تم اعتقالها على خلفية هروب ابنه خارج المنزل. وأضاف موقع دوليس الإريتري المستقل إن القيادي السابق بالجبهة الشعبية أحمد صالح القيسي علق قائلا على أنباء صدور الكتاب بأنه يرتكب عملية انتحارية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وقال في صفحته على الفيسبوك إن ذلك من غرائب الإبداع في مقاومة الاستبداد والقمع والظلم وشجاعة الرجل واللحظة الفارقة التي اتخذ فيها القرار والضمير المعذب لنطق الحقيقة، كلها أسئلة هي أيضا بحاجة إلى إجابة. أقول ذلك والألم يعتصرني عليه وعلى أسرته الصغيرة، الزوجة في السجن وأحد الأبناء فر هاربا ومن تبقى منهم يصبح مصيره الشارع. هذه هي النهاية المتوقعة طبقا لوصفه. وكان الوزير قد تمت إقالته بعد خلافات مع رئيس الدولة إسياس أفورقي حول الأساليب التي تفتقر للشفافية مع الأمور المالية وخاصة إيرادات الذهب وسيطرة المكتب الاقتصادي للحزب ورئيسه حجوس كشة على عدد من مفاصل الاقتصاد الإريتري. الوزير الذي قطع رحلة علاجه في روما على خلفية رفض سياسة أفورقي تغطية التكاليف يعتبر واحد من كبار قيادات الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. بنهاية هذا الخبر مستمعينا الكرام نصل بكم إلى ختام نشرتنا قدمناها لكم من صوت حزب النهضة الإريتري. نتكلم الدنيا ترفد ابنا الأبو ترفد ابنا الأبو ترفد ابنا الأبو حكنت الأبيات لا توقر منه لسأبو فقر منه لسأبو فقر منه لسأبو حكوي مدركا يدا وحكو حقا مسكبو نجدد لكم التحية مستمعينا الأعزاء من القسم العربي في صوت حزب النهضة الإريتري. وفيما يلي تتابعون كلمة تأبين المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي في استشهاد المناضل حامد محمود حامد، قدمها الأخ محمد صالح أغوس نائب رئيس حزب النهضة الإريتري عن المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي في التأبين الذي أقامه جبهة التحرير الإريترية بالمملكة العربية السعودية. جزيل الشكر لإدارة وفرع جبهة التحرير الإريترية على إقامتهم لهذه الأمسية التأبينية. الأخوة والأخوات أعيان المجتمع الإريتري، الأخوة والأخوات قادة وقواعد التنظيمات الإريترية، الأخوة والأخوات قيادة وقواعد جبهة التحرير الإريترية، إننا اليوم نجتمع في هذا المكان لنشهد رحيل قامة من قامات الوطن ورموز
رموزها الأبطال الذين خلدوا أسماءهم في سجلات التاريخ الخالد لهذا الوطن الشامخ، ألا هو شهيد المناضل حامد محمود حامد الذي وافته المنية في 6/9/2018. مضى إلى ربه وهو يحمل راية القضية الكبرى للشعب الإريتري، وهي الحرية بفضائها الواسع وكرامة الإنسان الإريتري التي يستشعرها في داخله، فلم يضعف ولم يصاب بأعراض الوهن لطول الزمن وتقلبات المحن، بل ظل واثقا من النصر المبين مثابرا على العمل الدؤوب من أجل تحقيق غاية الثورة التي انطلقت من أجل الشعب الإريتري. فالشهيد حامد محمود هو امتداد لكل الذين سبقوه من شهداء الوطن الذين كرسوا حياتهم كلها من أجل مبادئ الثورة وتحقيق أمنية الشعب الإريتري، فكان نموذجا للمقاتل الشجاع الشرس، ومثالا للقائد الذي يلتف حوله المقاتلون، لأنه كان يمتلك عقيدة مقاتل ورؤية بحجم الوطن، ويعرف ويعي لماذا يحمل البندقية، ويعرف كيف يواجه العدو في المبادئ والميدان. فكان في قمة التحدي التي أبقت على جذوة الثورة ومكنتها من تجاوز أحلك الظروف وأقصى التحديات. إننا إذ نجتمع اليوم ليس لرثائه وذكر مآثره، إنما لنرفع له التحية ولنتخذها جسرا للتواصل، ولنشحذ من هممنا من أجل إكمال درب الحرية، ولنقول للشهيد حامد ومن سبقوه: أنتم صنعتم مجدا عظيما، ونحن سنكمل ما بقي، وسنمضي مقتبسين من عزائمكم وشجاعتكم، ولن نحيد عن الهدف، ولن يغيب عنا الهدف، وسنبقى أوفياء لهذا الإرث من التضحيات والبذل والعطاء، مهما حاول النظام في أسمرة أن يمحوها، لأن التاريخ الذي سطر بالدم الطاهر وبالنفس المقبلة على الموت من أجل صناعة الغد للأجيال، ومن أجل تثبيت المبادئ والقيم النبيلة، متسامية على النفس تتأبى على كل المحاولات مهما تعاظمت، وعلى الأزمنة مهما تبدلت. إننا من خلال هذه التأبينية نريد أن نعيد النظر في ذواتنا وممارساتنا ونمحص إرادتنا، وهي فرصة أن نستلهم من شهدائنا صمودهم في مواجهة الطغيان مهما تعاظمت، والتحليق مع الحقيقة، والانعتاق من الوهن والوهم والعيش المزيف، وأن نهزم الرعب والخوف بشتى أشكاله، وأن تتطابق كلماتنا وأفعالنا، ونعد أنفسنا للتضحية والفداء حماية لمكتسباتنا النضالية، وحفاظا على الاستقلال الوطني ووحدة شعبه وترابه. وبما أننا نتحدث عن النضال الوطني ونحن في محراب شهيد الوطن، علينا أن نتعاهد بصدق وإخلاص في مواصلة المسيرة حتى تحقيق كل أحلام شهدائنا في إريتريا وطنا خالصا لأبنائه.
ينعم فيه كل أبناء إريتريا بحياة كريمة تليق بهم، تتوفر فيه كل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويسود الحب والوئام بين أبناء الوطن لنجسد لحمة وطنية متينة مبنية على قيم العدل والمساواة والحرية. نعم، الشهداء يرحلون لأجسادهم ولكنهم يبقون بأرواحهم، فهم في قلوبنا وعقولنا، في وعينا وذاكرتنا، فهم قد أعطوا قيمة للوطن والقيم الكبرى، هم بنوا منارة تهدي كل من بعدهم، فاستشهادهم وهم قامة وجسارة هي قوة تكسر شوكة أسياس، وسيظل يخشاهم ومن خوفه أنه لا يريدهم أن يدفنوا بداخل الوطن التي أحبوها ونذروا أنفسهم لها. وما درى أنهم مخلدون في كل شبر من إريتريا، ومحفورة أسماءهم في دواخلنا، وسنظل ننحني لقاماتهم إجلالا وتقديرا. فرحمة الله على كل شهداء إريتريا. وفي هذه السانحة نعاهدهم الله على الحفاظ على عهودهم والمضي على ذات الدرب التي استشهدوا من أجلها وهم يحملون رايتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل حوية حيسني يموت مسلم وحيه، مثل حوية حيسني يموت مسلم وحيه، قبر ابن مسكبيس نديب ويكي السنية وسرتا يبي قريت تميه، حكاية هرتا سمع من يمل مثل حوية حيسني، مثل حوية حيسني وإريتريا تاكل، مثل حوية حيسني يموت مسلم وانبر، مثل ولاد حيسني يموت مسلم وانبر، من أميت دفنوني وقبر سني تقبر، ومن هاللي حويتهم أتهاجكم اتخبر، بدكم ولا سحاقهم طمدي بمسكم أميت وحي مثل ولاد حيسني، من أميت وحي مثل ولاد حيسني، قبر ابن مسكبي ور بالله أكلني، قبر ابن مسكبي ور بالله أكلني، سرنا طاف قبي ولا سروا كدنا. بجت كلست حبعي هلت وستر، وانا بجت كلست حبعي هلت وستر، انا بعي كل سادي بكل اكان قطر، حقوني قراهم سكو اللودي مدر، حوين دي سادنا قدم اباي قلب مثل حوي حيسن مثل حوي حيسن، مثل حوي حيسني إريتريا تكلل، مثل حوي حيسني إريتريا تكلل، مثل حوي حيسني إريتريا تكلل.
مستمعي صوت حزب النهضة الإريتري، يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم على العنوان التالي: anp.medias@gmail.com. كما يسعدنا مستمعينا الأعزاء أن نرد على كل مقترحاتكم واستفساراتكم بكل اهتمام وتقدير. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، متابعي برامج صوت حزب النهضة الإريتري، بنهاية هذه الفقرة نصل وإياكم إلى ختام برامجنا التي عديناها لكم من إعلام حزب النهضة الإريتري لهذا اليوم. مستمعينا الأعزاء، إلى أن نلتقيكم في برنامجنا القادم، نترككم في رعاية الله وحفظه. هنا صوت حزب النهضة الإريتري، هنا صوت حزب النهضة الإريتري، هنا صوت حزب النهضة الإريتري.